اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح لفيلم جديد، وفيلمنا هو رايا والتنين الاخير، وهو فيلم كرتون عائلي. المهم، بيبدأ الفيلم ببنت اسمها رايا راكبة على حيوان أليف اسمه توك توك، وهو شكله غريب بس لطيف. وهي وماشية في الصحراء بتشوف تماثيل وبلاد مهجورة، وبتبدأ تحكي ايه اللي حصل. من 500 سنة كان في مكان اسمه كوماندرا، وكنا عايشين مع التنانين اللي كانوا مصدر للخير والمياه والسلام، وكانت زي الجنة. وفجأة ظهر الدرون، وهو وباء شرير بيتغذى على حياة الناس، وبيحول كل اللي بيلمسهم لحجارة. والتنانين حاربوا بكل قوتهم، ولكن ما كانش كفاية. وفي النهاية ظهرت سيسو اللي جمعت كل سحرها في جوهرة، وقتلت كل الدرون، وكل اللي اتحولوا لحجارة رجعوا ما عدا التنانين. وكل اللي فضل من سيسو الجوهرة. ومفروض ان دي لحظة مهمة والكل يتحد، ولكن الكل اتقاتل على الجوهرة، والحدود اترسمت، وكوماندرا اتقسمت ل5 قبائل على اسم أجزاء جسم التنين. ولكن مش ده اللي دمر العالم. اللي دمر العالم بعد 500 سنة لما أنا ظهرت في الحكاية، وبنشوفها وهي صغيرة ولابسة لبس محاربين، وبتقاتل والدها اللي بيحمي الجوهرة عشان يعلمها تكون قوية وشجاعة. ووالدها كان زعيم قبيلة القلب، وكان مؤمن إن كوماندرا ممكن ترجع تاني واحدة، وعشان كده عمل عزومة كبيرة لكل القبائل ال5 عشان يحاولوا يصلحوا الأمور. وفي العزومة دي رايا اتعرفت على نماري بنت قبيلة الناب، وكان باين عليها الطيبة. فنماري ادت رايا هدية، وهي قلادة على شكل تنين. فرايا وثقت فيها وورتها مكان الجوهرة، بس للأسف نماري خدعتها، لأن كل ده كان جزء من خطة قبيلتها عشان يسرقوا الجوهرة. والكل عرف إن في هجوم على الجوهرة، فكل القبائل بيحاولوا ياخدوها لنفسهم، ولكن الجوهرة اتكسرت ل5 قطع. ولما اتكسرت خرج الدرون، والدرون بدأ يهجم على الناس، ولكن قطع الجوهرة لسه فيها سحر. فكل قائد قبيلة خد قطعة من الجوهرة وهرب. والد رايا حاول ينقذها، فرماها في النار لأن الدرون ما يقدروش يلمسوا المية، وتحول بعدها لحجر. وبعد 6 سنين ما فضلش غير رايا وتوك توك، وبدأت تدور على سيسو التنين الأخير عشان تساعدها تعمل جوهرة جديدة. وفي نهاية آخر نهر، لأنها خلال ال6 سنين دورت في كل الأنهار، رايا أخيرا وجدت سيسو اللي قالت لها إنها ما عملتش الجوهرة، لكنها استخدمتها نيابة عن إخواتها التنانين اللي أخدت منهم سحرهم. وبعدها راحوا مع بعض في رحلة يجمعوا قطع الجوهرة اللي اتكسرت عشان يركبوها تاني ويخلصوا على الدرون ويرجعوا كل اللي اتحولوا لحجارة. وفي الطريق رايا اتعرفت على بون، شاب صغير عنده مطعم في قبيلة الديل، وليتن نوي طفلة صغيرة نصابة من قبيلة المخلب، وتونج محارب من قبيلة العمود الفقري. بس نماري اللي كانت عايزة الجوهرة لقبيلتها كانت بتطاردهم، وكل مرة ياخدوا قطعة من الجوهرة سيسو بتاخد قوة سحرية من اخواتها، لأن كل تنين عنده سحر مميز زي النور أو التحول لبشر أو الدخان أو الأمطار. ورايا كانت مش واثقة في الصحاب الجداد، عشان كده كانت عايزة سيسو تفضل متخفية في شكل إنسان. بس في قبيلة العمود الفقري سيسو اضطرت تكشف عن نفسها عشان تنقذ رايا من نماري. ولما أصحابها عرفوا موضوع التنين قرروا يثقوا ببعض، لأن كل واحد فيهم فقد حد عزيز عليه. وأخيرا وصلوا لقبيلة الناب، وسيسو قالت لرايا إن أحسن حاجة تعملها هي إنها تقترح تحالف مع نماري بدل ما يسرقوا آخر قطعة. فرايا رجعت لنماري القلادة اللي كانت محتفظة بيها من زمان كدليل على الثقة. بس نماري كانت مترددة ما بين مسؤوليتها لقبيلتها ورغبتها تساعد في هزيمة الدرون، وهددتهم. فسيسو حاولت تهدي الوضع، لكن رايا لما شافت نماري بتحرك صباعها على زناد السلاح ضربتها، فالسهم انطلق وقتلت سيسو. ومع موت آخر تنين المياه جفت، والدرون ما بقاش في شيء يمنعه. ورايا اتعصبت وعايزة تقتل نماري، وبدأوا يقاتلوا ببعض. واصحابها استخدموا قطع الجوهرة عشان يساعدوا سكان المدينة على الهروب. ورايا كانت هتقتلها، بس لما قالت لها ان عدم ثقتها في الناس هو السبب في موت سيسو، فرايا هديت وقررت ما تقتلهاش، وراحت تساعد صحابها، وكمان نماري بتروح تساعدهم. وفي اللحظة اللي كانوا فيها متحاصرين من كل ناحية وشكلها النهاية، رايا افتكرت ان الثقة هي اللي خلت سيسو تنقذ العالم، وقالت لاصحابها انهم لازم يثقوا ببعض. بس كان صعب يثقوا في نماري لانها قتلت التنين. فرايا سلمت قطعة الجوهرة لنماري وسمحت للدرون يحولوها لحجر. ولما رايا وثقت فيها كلهم عملوا زيها وادوا لنماري قطع الجوهرة. ولما نماري جمعت كل القطع رجعتها مكانها،
وتحولت هي كمان لحجارة. وفي اللحظة دي حصل انفجار طاقة سحرية غطى كوماندرا كلها وقتل الدرون ورجع الناس للحياة من جديد. وبعدها رجعت المية وكمان رجعت التنانين، وفي الآخر الناس والتنانين اتجمعوا في قبيلة القلب عشان يحققوا حلم والدها، وهو إن كوماندرا ترجع متوحدة من جديد. والفيلم بيعلمنا إن الثقة بين الناس مهمة ولازم نصلحها لو اتكسرت، وإن الشجاعة مش بس في القتال لكن في القلب والنية الطيبة. وكمان لازم نتعلم نسامح ونحمي الطبيعة لأنها رمز للحياة والسلام. وفي الآخر رسالة الفيلم هي الأمل والتغيير، وبتأكد إن مهما حصلت مشاكل دايما في فرصة نرجع نصلح ونبني مع بعض. وفي النهاية أرشح لكم الفيلم ده لأنه جميل جدا، الرسم فيه تحفة وسيسو التنين دمها خفيف، والفيلم مليان مغامرات ممتعة وألوان ومشاعر، وكمان فيه شوية حكم ومعاني بتخلي التجربة أجمل. المهم أشوفكم في فيديو قادم، سلام.